السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده في الكوره مع كوارشي. حلقه مهمه جدا جدا هنتكلم فيها عن مباراه النادي الاهلي ونادي بيراميدز في كاس السوبر المصري، واللي هيتلعب ان شاء الله يوم الجمعه الجايه الساعه 7:30 على استاد هزاع بن زايد في الامارات، وبحضور جماهيري كبير جدا متوقع للنادي الاهلي. كنا نتمنى طبعا نقول حضور جماهير النادي الاهلي والزمالك، ولكن بسبب الاحداث الاخيره اللي حصلت واعتذار نادي الزمالك عن تأدية المباراه، دخل نادي بيراميدز مكانه بصفته وصيف الدوري ووصيف كأس مصر بعد الأهلي. طبعا عارفين النادي بيراميدز ما عندوش جماهير، فأعتقد 90% من ساعة الاستاد هيبقى جمهور النادي الأهلي، أو لو الاستاد مقسوم نصين ما بين الأهلي وما بين بيراميدز هيبقى أكيد النص بتاع النادي الأهلي التذاكر كلها متباعة بقالها كذا يوم، فهيبقى في حضور جماهيري كبير جدا للنادي الأهلي. خلينا نقول النادي الأهلي الفترة دي بيعيش فترة انتعاشة كبيرة جدا، خصوصا بعد وصوله إلى قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأيضا ماشي بخطى ثابتة جدا جدا في الدوري المصري، ونسبة حصوله على الدوري المصري تعدت 70% بعد تعثر كل الفرق اللي وراه ما بين فيوتشر وبيراميدز والزمالك. فالنادي الأهلي بيعيش فترة جيدة جدا اليومين دول. على النقيض تماما نادي بيراميدز بيعيش فترة حزن وفترة صعبة جدا بعد الخروج من الكونفدرالية الإفريقية، بعد الهزيمة من نادي أعتقد اسمه مرامو أو حاجة من جنوب أفريقيا. البطولة كان النادي بيراميدز يأمل في الحصول عليها، خصوصا ان مفيش اسماء كبيرة جدا في يعني فرق ليها اسم كبير في دور الثمانية مع بيراميدز، لكن للأسف نادي بيراميدز ما قدرش ان هو يوصل ويتعادل هنا على ارض 1-1، وخسر في جنوب افريقيا 1-0 وودع البطولة، وايضا خسر كأس مصر قصاد امام النادي الاهلي. وفي الدوري هو في المركز الثالث مع بيصارع على المركز الثاني مع فيوتشر والزمالك، فهو في حالة يعني نفسية مش احسن شيء. وايضا نادي بيراميدز لسه واخد الخطاب او مستلم الخطاب من اتحاد الكرة امبارح بس عشان يلعب مباراة السوبر، ما كانش طبعا في الحسبان ابدا ان هو يلعبها. لسه راجعين من ماتش من جنوب افريقيا من الكونفدراليه اللي كنا بنتكلم عليها. لا، الاتحاد المصري بعت له جواب المشاركه، وافق على الجواب على المشاركه، ولسه ماشي تقريبا من ساعات على الامارات عشان يؤدي المباراه امام النادي الاهلي. نتمنى التوفيق للفرقتين. خلينا نتكلم سريعا عن المباراه. النادي الاهلي اخر لقاء جمعه ما بين بيراميدز كان يوم اعتقد 10/4 في نهائي الكاس، وقدر النادي الاهلي ان هو يكسب 2-1 ويحصل على كاس مصر. وايضا في الدوري كان اخر لقاء بينهم كان في شهر 1 اللي فات في الدور الاول في الدوري، وقدر النادي الاهلي ايضا ان هو يكسب 3 أهداف دون رد. اخر فوز لبيراميدز على النادي الاهلي كان في الدور الثاني في الموسم اللي فات، وقدر نادي بيراميدز ان هو يكسب النادي الاهلي 2-0. مباراه صعبه جدا جدا على النادي الاهلي. زي ما قلت بيراميدز عنده سكواد قوي جدا جدا هيأدي بيه مباراه النادي الاهلي، ومن هنا بقول المباراه صعبه على النادي الاهلي اكتر ما كان هيلاعب الزمالك. مع احترامي للنادي الزمالك، لكن السكواد في نادي بيراميدز اقوى بكتير من نادي الزمالك، وهنشوف بالاسماء وبالمراكز النادي بيراميدز السكواد بتاعه قوي جدا جدا جدا، ومن هنا المباراه هتبقى صعبه قوي على الفرقتين. بلدي بيراميدز رغم ان هو بيمر بفتره صعبه الا ان هو ممكن يكون عنده دافع ان هو ياخد بطوله من مباراه واحده ما كانتش في الحسبان. اللعيبه اللي موجوده تاخد بطوله وتتحسب لها من ساعه ما انشئ النادي من 5 سنين او 6 سنين ما خدوش بطوله، فلقوا نفسهم بيلعبوا بطولتين امام النادي الاهلي، واحده خسروها والثانيه اللي هيلعبوها يوم الجمعه، فدي ممكن يكون دافع ليهم ان هم يلعبوا مباراه جيده وان هم يحصلوا على كاس السوبر المصري. على الناحيه الثانيه النادي الاهلي عايز يضيف بطوله جديده ليه، بيعيش فتره كويسه زي ما قلنا، موجود في الامارات بقاله كام يوم، عامل حسابه، عامل فتره اعداد كويسه جدا للمباراه، فهو الاجهز على الورق واجهز فنيا وبدنيا عن نادي بيراميدز، لكن المباراه صعبة جدا جدا. خلينا نخش على طول في المباراة ونقول التشكيل المتوقع للفرقتين وطريقة اللعب اللي موجودة. لكن قبل ما نقول الكلام ده هنقول الغيابات اللي موجودة في الفرقتين. نادي بيراميدز بيغيب عنه شريف إكرامي وعبد الله السعيد وأسامة جلال فقط لا غير الإصابة، وبقية القائمة كاملة كلها. على النادي الأهلي يغيب عمرو السولية ورامي ربيعة وإيمن أشرف، برونو سافيو، كريستو، اسماء يعني ليها تقل. في ناس ما بتشاركش طبعا، لكن اكتر اسمين او اكتر 3 اسماء مصابه هو طبعا عمرو السولية مؤثر جدا، رامي ربيعة بديل مؤثر جدا جدا،
وكريستو لو كان بياخد على فترات، لكن طبعا كان بيبقى برضه ورقه بره. تم استبعاد شادي حسين ورأفت خليل لاسباب فنيه، لكن طبعا برضه قائمه النادي الاهلي كامله، والنادي الاهلي عنده بدائل كتيره جدا جدا، ودي الميزه اللي بتميز النادي الاهلي عن كل الفرق السنه دي، ان هو عنده دكه تقيله جدا وعنده البديل في كل مكان. يغيب كهربا موجود بيرسيتاو، يغيب بيرسيتاو موجود شادي حسين ومحمد شريف، موجود ناحيه اليمين وناحيه الشمال وفي وسط الملعب حدث ولا حرج، وده يمكن سر قوه النادي الاهلي السنه دي. خلينا نخش على طول في المباراه. التشكيل المتوقع للنادي الاهلي هو محمد الشناوي، علي معلول في الشمال، محمد هاني، عبد المنعم، ويخش متولي. عارفين ان ربيعه مصاب، وياسر برضو خرج في المباراه الاخيره امام الرجاء مصاب. هو موجود في القائمه لكن اعتقد يعني مش هيلعب المباراه، فهيبقى موجود قلبين دفاع عبد المنعم ومتولي. هيلعب بثلاثه في وسط الملعب، ديانج وحمدي فتحي، وفي النص مروان كرقم 6، والثلاثه اللي قدام كهربا والشحات وبيرسيتاو. بيلعب بطريقه 4-3-3، واعتقد دي اللي هيلعب بيها زي ما لعب مباراه الرجاء الاخيره. على الناحيه الثانيه قائمه وتشكيل قوي جدا لنادي بيراميدز رغم غياب عبد الله السعيد واسامه جلال، الا ان رجوع مصطفى فتحي وعلي جبر للفريق رجوع مهم جدا. هيبدا باحمد الشناوي في حراسه المرمى، احمد سامي وعلي جبر قلبي دفاع، ناحيه اليمين محمد شيبه، وناحيه شيبي ومحمد حمدي ناحيه الشمال. بيلعب بطريقه 4-2-3-1، قدامهم 2 احمد توفيق وبلاتي توريه، قدامهم وليد الكارتي، على الشمال مصطفى فتحي، وعلى اليمين رمضان صبحي، وقدام فخري لقاي. وعنده دكه قويه جدا بره، فيها دودو الجباس، وفيها كريم حافظ، وفيها فخر الدين بن يوسف، وفيها ابراهيم عادل. النجم من وجهه نظري هو لعيب رائع ابراهيم عادل، عنده دكه قويه جدا بره ممكن يستعيد بيها. وايضا النادي الاهلي عنده دكه قويه جدا بره، فيها محمد شريف، وفيها خالد عبد الفتاح، وفيها طاهر محمد طاهر لو موجود، فيها ياسر ابراهيم لو هيبقى موجود، اشرف في ناحيه الشمال لو موجود، فيها لعيبه كتيره جدا برضو، بدائل كويسه جدا للنادي الاهلي تقدر تصنع الفارق في اي وقت. خلينا نقول ان اخر مباراه ما بين النادي الاهلي وبين نادي بيراميدز اللعب دايما كان محصور في نص الملعب. كنا متوقعين هيبقى في مباراه مفتوحه، هيبقى في لعب قوي جدا بين الفريقين ومباراه ممتعه، الا ان الفرقتين كانوا نازلين عاملين حساب جدا لبعض، لدرجه ان اللعب كله كان محصور ما بين وسط الملعب هنا ما بين الثلاثي بتاع النادي الاهلي والثلاثي بتاع نادي بيراميدز. لكن هنا اللي يختلف عن بيراميدز الماتش ده عن الماتش اللي فات، ان نادي بيراميدز الماتش اللي فات ما كانش عنده راس حربه، كان بيلعب لو فاكرين بابراهيم عادل كراس حربه، لكن دلوقتي فخر لقاي موجود وفخر الدين بن يوسف على الدكه، فيقدر هما الاثنين يلعبوا براس حربه. فهل هيبقى فيه زياده من وليد الكارتي واحمد توفيق ومصطفى فتحي عشان يضغطوا على النادي الاهلي، ولا اللعب برضه هيبقى منحصر في نص الملعب؟ النادي الاهلي هيواجه طرفين اقوياء جدا جدا، بتتمثل فيه رمضان صبحي من الناحيه دي، وتمثل فيه مصطفى فتحي من الناحيه دي، وده اللي هيعمل خطوره جدا على النادي الاهلي. واعتقد هيوقف شويه انطلاقات علي معلول ومحمد هاني، مع وجود فخر لقاي راس حربه قوي جدا، وليد الكارتي اللي بيزيد وبيعمل زياده هنا وبيشوط كويس على الجون، وبلاتي توريه اللي كورته عاليه جدا يا جماعه على الارض. بلاتي توريه من احسن لعيبه نص الملعب اللي موجوده، واحمد توفيق برده موجود. وزي ما قلنا في حاله اي حد من اللي موجود ده مش هيلعب، هيبقى موجود ابراهيم عادل، هيبقى موجود اسلام عيسى، هيبقى موجود فخر الدين بن يوسف، فهيبقى موجود اسماء تقيله جدا هتقدر تلعب. محمد حمدي وانطلاقاته الهامه جدا جدا اللي لازم بيرسيتاو يعمل حسابها ويبقى دايما موجود هنا. بيرسيتاو بيلعب اداء كويس جدا، او بقاله فتره بيأدي اداء كويس جدا وبيعمل ادوار دفاعيه وهجوميه، ونفس الكلام محمد شيبي لما يتقدم هنا لازم حسين الشحات يعمل حساب. ودي في حاله الهجوم دايما بيبقى ده المنظر بتاع نادي بيراميدز، بينقلوا الكوره كتيره جدا، بيلعبوا على الاستحواذ. رايي ان عبد الله السعيد لاعب مهم جدا، لكن مش هيبقى مؤثر قوي في غيابه عن نادي بيراميدز. في ناس كتير جدا تعوض غياب عبد الله السعيد. مباراه هتبقى مهمه جدا في وسط الملعب وعلى الطرفين للنادي الاهلي، هتبقى مهمه جدا سواء ناحيه رمضان صبحي او مصطفى فتح. على الناحيه الثانيه في حاله هجوم النادي الاهلي بنلاقي كهربا بيخش هنا، بنلاقي بيرسيتاو بيتقدم وبينزل هنا، بنلاقي حسين الشحات برضه بقاله فتره متالق كده جدا واحسن واحد نجوم النادي الاهلي. هيرجع معاه طبعا محمد شيبي في الحاله دي، وهيرجع معاه محمد حمدي في الحاله دي. اوقات كتير جدا كهربا
بيعمل تبادل بينه وبين بيرسي تاو، بنلاقي بيرسي تاو دخل هنا وكهربا هو اللي جه هنا، او العكس حسين الشحات بيخش لنص الملعب وبيطلع كهربا من الحته دي. طبعا مروان حمدي بيفضل كرقم 6 وبيزيد حمدي فتحي، وده سر او يعني بقى لها فتره النادي الاهلي بيلعبها، سواء حمدي فتحي هو اللي بيزيد او ديانج، ويفضل مروان عطيه كرقم 6 هو اللي موجود في المكان ده اللي بيغطي على الاثنين وسط الملعب. طبعا حمدي فتحي بيزيد هنا مع محمد هاني عشان يقفل الحته دي في حاله هجوم نادي بيراميدز، ونفس الوقت ديانج بيزيد هنا مع علي معلول او بيغطي مع علي معلول في حاله ان علي معلول بيزيد او بيدافع معاه كنوع من انواع المساعده لعلي معلول. مروان عطيه بقاله فتره هو احد نجوم النادي الاهلي، ليه دور كبير جدا في كل المباريات اللي فاتت للنادي الاهلي، فهل برضه بقى ليه دور في المباراه دي؟ حمدي فتحي والزياده اللي بيعملها في منطقه الجزاء، بيلعب ضربات راس كويسه جدا وبيقدر يلعب وبيعمل زياده هجوميه مع النادي الاهلي، وفي نفس الوقت بيرجع يدافع وبيعمل الواجبات الدفاعيه، محور مهم جدا حمدي فتحي في وسط الملعب. ديانج ان كنت بقول ان هو بقاله فتره بعيد عن مستواه، الا ان هو بيصنع الفارق اوقات كتير جدا، وعلى الدكه في القندوسي ممكن برضو يبقى ليه دور في حاله ان ديانج ما كانش موفق في هذه المباراه. محمد هاني وانطلاقاته وعلي معلول مفتاح لعب مهم جدا للنادي الاهلي. مباراه انا شايفها متكافئه جامد جدا ما بين الاهلي وبيراميدز، سكواد رهيب زي ما قلت. البيراميدز اخطر على النادي الاهلي من نادي الزمالك، مع احترامي لنادي الزمالك مفيش طرفين اقوياء في نادي الزمالك زي رمضان صبحي ومصطفى فتحي، عندهم زيزو، لكن الناحيه الثانيه مفيش، سواء ابراهيم نضاي او مصطفى شلبي يعني لسه برضو مش في نفس المستوى اللي نقدر نقول ان هو زي مصطفى فتحي او رمضان صبحي. عندهم نص الملعب هنا في فخري، في اسف ولي، في بلاتي توريه، وفي احمد توفيق. هناك لسه دونجا الدنيا مش ماشيه معاه. سيف جعفر لو بيبدا او هيلعب ما عندوش الخبرات الكبيره اللي يلعب مباراه كبيره زي دي امام النادي الاهلي وفي بطوله زي دي. خط الدفاع عندهم علي جبر واحمد سامي لاعبين دور مهم جدا. الناحيه الثانيه محمود الونش وحسام عبد المجيد ليه اخطاء كتيره. من هنا بنقول ان المباراه صعبه جدا على الاهلي كفنيا وعلى الورق، لكن النادي الاهلي عنده عامل الجمهور في صالحه، عامل الاستعدادات للمباراه في صالحه. بيراميدز ما خدش الوقت الكافي عشان يستعد للمباراه، لكن النادي الاهلي واخد الوقت الكافي. الحاله النفسيه اللي فيها النادي الاهلي في صالحه، والحاله البدنيه ايضا، عشان بقاله من يوم السبت اللي فات ما لعبش، لكن زي ما قلنا بيراميدز لعب يوم الاحد في الكونفدراليه، وعلى ما رجع من جنوب افريقيا رجع الاثنين واخد الجواب الثلاث وسافر الاربع، ففي اجهاد بدني. والناحيه النفسيه البيراميدز برضو زي ما قلنا ناحيه سيئه شويه بسبب الخروج من الكونفدراليه. حاجات في كافه النادي الاهلي وحاجات في كافه بيراميدز، لكن في كل الاحوال انا متوقع ان هي تبقى مباراه قويه جدا جدا جدا، وفيها نديه قويه جدا جدا ما بين فرقتين كبار، دكه قويه هنا ودكه قويه هنا، سكواد قوي سكواد قوي، مدرب قوي في بيراميدز ومدرب قوي للنادي الاهلي. نتمناها مباراه جميله، نتمناها مباراه فيها هدوء، فيها كوره بجد نستمتع بيها وتشرف الكره المصريه، وباسمين كبار زي النادي الاهلي ونادي بيراميدز. والتوفيق للفرقتين، ونشوفكم ان شاء الله بعد المباراه في تحليل ما بعد المباراه ايه اللي حصل، النتيجه، طرق اللعب، مين طلع مين غير، ونشوف ردود افعالكم معانا ان شاء الله. شكرا، سلام عليكم.